السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، هذه الحلقة نلتقي مع الفنانة ديانا، طبعا شابة ومرحة، وبعدين مثل ما يقولون الاخوان العرب امورة. يعني ديانا مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. مساك بخير يا ديانا. الحمد. تسلم لي ديانا. طبعا انت من الوطن العربي، الوطن العربي الكبير، ومن سوريا الحبيبه. اهلا وسهلا فيك، وانت في بلادك الثانيه. تسلم لي. هلا فيك. تعيشين بعد هي صارت بلادي. نعم بلادك، واحنا كلنا اهلك وكل اهل الامارات يحبوكم ناس طيبين. لكم التوفيق. تسلم لي يا بنتي. انت الحين شو تمثلين؟ انا اول ما بدأت وين بديتي يعني؟ شو تمثيلك؟ شو مثلتي؟ احكي لك، خليني ابدا لك من الاول. اول ما بديت، اول شيء اني انا كنت حابه اني افوت هالمجال، كان عندي كثير اني موهبه اني ليش حبيتي هالمجال؟ ليش حبيتها؟ لاني حسيتها اني اول ما انا كنت صغيره، بعدني صغيره، اني بتابع تلفزيون وهيك، وحبيت اقلد مثال الممثل الكبير سلوم حداد. بحب تمثيله، بحب تمثيل سوزان نجم الدين، فاني بنت صغيره وهيك اني حبت تفوت وتعمل مثلهم وهيك، فما صرت اقلد اول ما بديت. بعدين شوي 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 شوي، بعدين خلص فت مسرح، كان عمري تقريبا 14، فت مسرح واشتغلت. اول شيء طبعا بديت بروفات وهيك، اجباري اني وحده جديده كانت. بعدين شوي شوي اني اول ما بديت بسوريا، بعدين جيت للامارات لهون، وفي كتير ناس طيبة وساعدتني اني اوقف على رجلي وكون قوية. بديت بالمسارح اللي هون واشتغلت مسارح. تحب تعرف شو اشتغلت؟ اشتغلت خل جمهورك يعرف. اوكي. اشتغلت مع المخرج عبد الله زيد، مسرحية مدينة الثلج اللي كانت بالمهرجان. هي. واشتغلت بعد مع عبد الله الشيحي مسرحية موزانيا. بعدين صارت الناس تطلبني اني شافوني قوية وهيك، بعدين صرت ابدا هون. اشتغلت مسلسلات، بديت بمسلسلات. بعدين شو مسلسل اول مسلسل اشتغلت مع اياد غزوز، مخرج اياد غزوز، اوراق الحب. اخذ دور رئيسي والناس حبتني فيه، واجاني كثير تعليقات على اليوتيوب وهيك اني حبوني بالدور، اني لابق لي. وبعدين اشتغلت مسلسل حمام الشام مع مؤمن الملا، اكيد بتعرفه، مخرج سوري. اشتغلت معاه، تم تصويره بابو ظبي. واشتغلت مسلسل بدوي، همي همك. كان دوري اخذ دور بكون شاعره، وجوزي شاعر قبيله، اني اخذ بطوله فيه. وكمان الناس حبتني فيه، اني حبوا تمثيلي فيه وهيك، فكان دور كوميدي مضحك وهيك، ونفس الوقت اخذ اني دور رئيسي وهيك، واخذت فيه بطوله مع المخرج فلح جبوري. يعني ما شاء الله، يعني هذه كلها الاعمال الحلوه على قد عمرك هذه، معناتها عندك رصيد من الاعمال اللي اشتغلتنها. يعني المسرحيات يعني قليله، بس المسلسلات اكثر على المسرحيات. وهلا ان شاء الله كمان ان شاء الله راح يشوفوني على رمضان مسلسل الاخوه. شو عندك؟ مسلسل الاخوه مع سيف الدين السبيعي. شو ماخذ؟ شو دورك فيه؟ دوري بنت صايعه بكون، اني مكان لمكان، اني عايشه حياتها واهلها فري كثير، ويعني اني مو ناقصها شيء. كانت عايشه برا وبعدين اجت عاشت وضلت عايشه حياتها هيك، يعني من مكان لمكان، وضل اني خلص عقليتها اوبن مايند. اني اخذ دور كمان رئيسي، واني الحمد لله. كان معنا الاستاذ سلوم حداد. شو تفكرين انت بعد هذا كل الاعمال اللي تشتغلينها الحين انت؟ شو بفكر؟ بفكر اني بفكر اني انا اتقدم لقدام، ما ارجع لورا. بفكر اني اتقدم اكثر واكثر واكثر من مساعده الناس الطيبين اهل الخليج. ممكن اسالك، انت اليوم موجوده في المهرجان الخليجي، اعتقد شاهدتي كم مسرحيه؟ اكيد. كم مسرحيه شاهدتي اليوم ولا قبل؟ انت جيتي قبل يومين ولا اليوم جاي بس؟ لا، جيت امبارح واليوم. شو شاهدتي المسرحيات؟ احسن عرض من هذا المهرجان الخليجي مسرحيه اكسترا. شو عن شو تتكلم المسرحيه هاي؟ هل هي تحل مشكله الشباب؟ او مجرد بس موسيقى يعني؟ لا، ما اعتقد. انتم شباب شو تبغون؟ المسرح ما تبغون يحل مشاكلكم؟ طبعا اكيد. ما تبغون تحلوا مشاكل الاخرين؟ هو المسرح هو اللي عم يحكي عن المشاكل وعم يحكي عن القصص كلها. هل تقدمت الحين المسارح تحل مشاكلكم انتم؟ اكيد. شو هي؟
اني مثل مسرحيه اكسترا. شو تقول؟ اني عم تقول اني عم تحكي عن الشباب هالايام، وعم تحكي ان الشباب كيف بيحبوا والبنات كيف، اني لازم اني في ناس لازم تتعلم هالشيء، اني تشوف مو اني ترجع لورا، يعني ما تتقدم لورا، لازم تتقدم لقدام. والمسرحيه اللي شفتيها اليوم؟ اليوم انا ما لحقت احضر. بس شفتي يعني؟ شفت، بس ما لحقت اني احضر، اني اشوفها من الاول للاخر. شفتي خلخال؟ لا ما شفتها صراحه. شوفي، لاني كان عندي اعمال فما قدرت اني اجي واحضر وهيك، انت تعرف درب ابو ظبي وهيك. احنا نتمنى لك انت دائما التوفيق. ان شاء الله تسلم. المسرح في دولة الامارات العربية المتحدة وفي امارة الشارقة خاصة بدا يعني ايام الشارقة المسرحية مثل ما قال خوينا يعني علي خميس انه هو اسس الممثل الاماراتي انه يقدر يصارع الممثلين الكبار ويوقف على رجله بطريقه صحيحه. اكيد. نحن حتى اليوم اخواننا العرب المقيمين معنا والجالسين معنا حتى يشاركون معنا في هذه الفعاليات، مهرجان الطفل، ايام الشارقة المسرحيه، المسرح الخليجي، مسرح الشباب، يعني هاي كلها يعني تعطى فرص علشان الممثل يقدر اكيد عشان يكون اقوى. بالضبط، يكون اقوى ويكون ممثل قادر ويرتقي لمستوى الممثلين. اكيد. ما نبغى انه يعمل عملين ويختفي. انت الحين 6 اعمال ليش تختفين؟ ما حد يعرف عنك شيء. صح بس انا لا ما اختفيت. شو الاسباب اللي الممثل يختفي؟ اسبابه يمكن عنده اسباب كثيره، مو سبب واحد وخلاص. المنتج احيانا ما يبغي. يصير وايد. طبعا بصير هالشيء. المنتج خلاص شفر ما يبغيك. يصير ولا ما يصير؟ طبعا بصير، بس احكي لك شيء، اني في مخرجين اني حلو اني انت بتحبي تتعاملي معهم، بتحبي تشتغلي معهم، مو السبب يمكن هن، السبب يمكن الممثله، لاني مو كل مخرج خلص نقال مخرج معناته مخرج كبير. شو العقود؟ العقود ايوه. انا بالنسبه لي اول ما اشتغلت اوكي، اني انا ما كان اني في توقيع عقود وهيك، اني ما كنت يعني اني ما بيهمني الفلوس، بيهمني اني انا اكون ناجحه، بيهمني اني انا اكون واثقه من حالي والناس تحبني واللي حوالي كلهم عن جد يحبوني ويعجبوا بشخصيتي، هذا اهم شيء، ما بيهمني الفلوس. شو يعني لك الجمهور؟ كيف؟ الجمهور شو يعني لك انت؟ الجمهور كل شيء، اذا ما الجمهور حبني اني اكيد لازم هم اللي يحبوني، الناس اللي عم تشوفني تحبني، هذا اهم شيء. الاجور زينه بالتمثيل؟ لا. يعني الممثل ينظلم فيها بعد التعب هذا؟ اني بقولوا لك عقود معقود، اني العقود مش كل شيء. الممثل ينظلم ولا ما ينظلم؟ ينظلم في الاجور. يعني يتعب ويهش طبعا اكيد وينظلم طبعا، بس بيشتهر. اكيد هي الشهرة اهم شيء. ما انظلم. لا طبعا هو انا عم اقول لك الفلوس مش كل شيء، الفلوس مش كل شيء، اهم شيء انك انت تنشهري، اهم شيء الشهرة، مش الفلوس ايمتى ما كان بتجي. شو رايك في زملائك في الوسط الفني؟ هلا في ممثلين قويين، في ممثلين بعدهم اني بادين، يعني مثل سوزان نجم الدين، انا كثير بحبها بحترمها وبعزها، وهي كمان نفس الشيء، اني هي كمان عطتني قوه، قوتني اني تقول لي اعملي هيك سوي هيك، تنصحني اني اعملي هالشيء لا تعملي هالشيء، اني نصحتني وعطتني اشياء كثير فادتني. عملتي علاقات في الوسط الفني الاماراتي؟ اكيد طبعا، مع اخوان واخوات اكيد يعني اكيد طبعا اكيد. صار في ثقه متبادله بينكم كفنانين؟ اكيد طبعا عندي كثير رفقات من الوسط الفني الخليجي. تغنين؟ بعدني هلا ان شاء الله اني رح اسجل عند باستديو فاز السعيد. تغنين؟ سمعي لنا زين غني لنا غنية عندك. شو تغنين؟ شو غني؟ حتى بنت عمي مطربة. مو كلمتين يعني نسمع. اوكي نسمع. طيب عشان نقول صوتك حلو ولا لا، عشان يمكن اكون منتج انا بعد حق الاغاني اسجل لك من هنا. اوكي. هلا قبل ما اغني اني احكي لك، انا هلا الاغنيه رح اسجلها باستوديو فايز السعيد، هي للامارات وبتحكي عن الشيوخ الامارات. سمعي لنا سطرين منها. اسمعك منها، اسمعك غيرها بعدين انت تسمعوها. غير مشكله. اوكي مشكله حصريا يعني. اوكي. مقطع اثنين. الكاميرا تطمع اثنين. اوكي.
بعد اللي صار فليت، مين اللي قالك راجعة؟ مستغرب كيف غنيت والنار بقلبي والع. حدي او كنت بعيد رح ابقى غني اكيد، قلبي بنهار جديد موعود وشمسه طالع. يا سلام، يعني اشتغل بالتمثيل صدقيني، يعني خذي طريق الطرب هي صح، هذا السريع مثل الصاروخ اكيد. فوق بتطير في المسرح الدقدقيه والدقدقيه راسك يعورش. لا المسرح حلو، المسرح كثير حلو. انا اخذي نصيحتي، انا لما بكون صوتك حلو ودوريك طريق الغنى، ووايدين شعراء ووايدين ملحنين صح حاصلين. وش اقول لك يعني يا اخوي المشاهدين، طبعا احنا بس المسرح مع ضيفتنا الحلوه والطيبه هذه يعني ندردش معاها. انت خلي الحين سمعتينا اغنيه وسمعتينا هذا قلت لنا انت، احنا نقول بعد شيء واحد بعد راح عن بالي. بيقولون والله اكثر الممثلات يغارون من بعض وايد. هي اكيد بتصير. تغارين من زميلات؟ لا انا ما بغار. يقولون يعني تغارين. لا في اني، بس انا ما بغار. ما ضربتي مع حد من صديقاتك في المسرح؟ بالمسرح اكيد بصير اني يمكن هي غيرانه مني، بس اني اغار منها لا. يعني ليش انت ما تكونين غيرانه منها؟ لا انا ما بغير من حد، لازم يكون واحد عنده ثقه بحاله، مش ضروري يطلع على هاد وهاد وشوفي هاد، لا انا اني واثقه من حالي وبعرف حالي شو، فما في داعي غار. بس يمكن اني بحب اتقدم من الممثل، اذا شفتها ما شاء الله وهيك بحب اتقدم مثله واكون اني احسن منه طبعا. لياك عرض تشتغلين فيلم هندي تشتغلين؟ اي اكيد بحب الافلام الهنديه. تحبي الافلام كثير؟ بحبها. يعني لو جاك عرض يعني خلال الشهرين هاي قبل رمضان قال لك انا محتاج لك تمثلين فيلم هندي، بتمثلين فيلم هندي؟ اكيد بحب، لاني حتى بيقولوا لي اني كثير مخرجين اشتغلت معهم بيقولوا لي اني انت ستايلك اني بالبالك تكوني اني تطلعي فيلم هندي وهيك، حتى برقص الرقصه الهنديه. نحن طبعا يا ضيوف الكرام اليوم كان يعني الحين في حلقتنا هذه دردشنا مع بنتنا وفنانتنا. تسلم لي. يعني ونتمنى لك التوفيق ونقول لك ان شاء الله طريقك طويل، وانت في بلادك الثانيه في دوله الامارات، ويا بنتي نقول لك نتمنى لك التوفيق ونقول ان شاء الله طريقك طويل ان شاء الله. طول ما انا بالامارات ان شاء الله راح يكون الطريق طويل وما نبغي نثقل عليك وايد. بس اخر سؤال عندنا، تفضل. شو تقولين حق زملائك الحاليين الموجودين في الساحه الفنيه اللي قد عمرك؟ بحكي لهم اني ما حد يضعف بالمره، ما حدا يفقد الامل ابدا، لاني لازم الوحده ما تفقد الامل، ولازم تضل تكون تفكر اني لا لازم اتقدم، ما تقول اني خلص بدي اوقف اشتغل عمل واحد واقعد. اذا لو حد قال لك انت ما تعرفي تشتغلين شو تقولين؟ اني اكيد لا، بالعكس ما تعرفي تمثلين عادي، اني بتقبلها، ما اني تصنعين التمثيل، اني عادي بتقبلها. تصنعين التمثيل، ما تعرفي تمثلين انت، اني عادي بتقبلك. تقبلين ولا؟ بتقبل. برافو عليك. اكيد بتقبل هالشيء. يعني في ناس ما يتقبلوا. لا اكيد بتقبل كل واحد بيقول لي اني لا نحن ما بنحبك، كثير صارت لا نحن ما بنحبك بنات، اني يعني بيكتبوا لي مثلا تعليقات ان شاء الله تموتي ومو بعرف شو، اني ما بعرف، اني قلت لك في ناس بتغار وفي هيك، بس اني انا بحكي لهم اني انا بحبكم لو شو ما حكيتوا عني، هذا اهم شيء، اني انا بحب الكل وبتمنى اني الناس تحبني وتنعجب بشخصيتي، هذا اهم شيء عندي. نحن كلنا جنبك وكلنا جنب الفنانين، ورحنا كبارنا وصغارنا وسادتنا الكرام الله يطول باعمارهم، ما يبخلون على حد. اكيد ما في منهم. هو الانسان دائما نحن نسال عن رقم واحد، وان شاء الله دائما نتمنى التوفيق للجميع. اخواني المشاهدين شكرا لكم وشكرا على متابعتكم، وشكرا لك يا استاذه. تسلم، خلينا اياك ديانا برمده، ونتمنى لك التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.